طريق ضيك، يافع، مديرية تتبع محافظة لحج بجنوب اليمن. عدد سكانها يزيد عن 90,000 نسمة. ارتفاعها يزيد عن 2000 متر من سطح البحر. ويمثل هذا الارتفاع بتضاريسه الوعرة تحديا في التنقل، ومع ذلك فإنه يربطها بالعالم المحيط طريق واحد فقط. وباتت الحاجة ملحة لشق طريق جديد يمثل شريانا مهما جهة الغرب ومنفذا أساسيا في حال تعسر الطريق الأول لا قدر الله. ليس هذا وحسب، سيتم اختصار زمن الرحلة إلى النصف، مما سيوفر الجهد والوقت وخفض تكاليف النقل، وسيخدم في نقل البضائع وإسعاف الحالات الحرجة، غير أنه سيعود بالإيجاب من خلال تقديم خدماته لقرى ومناطق جديدة. هذا المشروع يمثل شرفا لأهالي يافع، كونه فكرة وتمويل الأهالي، ونحن كلنا أهل يافع الخير مدعوون للمشاركة في خدمة بلادنا بالمساهمة في تكاليف هذا المشروع الضخم الذي سيخدم الجميع والأجيال من بعدنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. فكيف بمن ساهم في إنشاء الطريق ومهد الطريق وسهل لعباد الله منافعهم؟ للمساهمة عبر الحساب البنكي مؤسسة بن عوض النقيب للتجارة 22-160-1006. وتقبلوا تحيات معدي هذا العمل. محدثكم محمود الشرماني، الأستاذ أكرم العفيفي، الأستاذ ضباعي الضباعي، الأستاذ فهد الفحة، الأستاذ فايز مسلم، الأستاذ أحمد الربيعي، الأستاذ عادل الضباعي. شكر خاص لجمعية بن عوض الخيرية ورجل الخير الشيخ عبد الله عوض النقيب على دعمهم لهذا المشروع خاصة ودعم المشاريع الخيرية عامة.